أنت شفتيني وين؟ في الرؤية. طيب. في الرؤية شفتك بتقرأ آية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم لأخ يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم يقتلهم عليهم وينصركم ويشفي عليهم ويشفي صدور صدور قوم قوم مؤمنين. المؤمنين. وكنت بتقول لي سورة الأنفال، وكنت بتقول لي الآية 102. وقتها شفت. 102 في سورة البقرة. أكيد لأن أنا عندي مس وعندي سحر قديم، وكنت أنا كلمت حضرتك من فترة على التيك توك، وبعت لحضرتك رسالة إن أنا عندي سحر من أمي يعني. يلا المستعان. طيب. حسبي الله ونعم الوكيل. قعدت فترة كبيرة يعني، كان عندي أسحار كتير، بس الحمد لله يعني من عند رب العالمين، يعني الشيء ده انكشف لوحده. ولا كنت ماشية على رؤية ولا حاجة، بس هو كله بإذن الله أولا وأخيرا. والآن تحسنتي تماما؟ لا الحمد لله، على الرقية على طول، دايما الذكر على لساني، أنا حتى عندي الذكر اللهم لك الحمد، بقى عندي الذكر وأنا نايمة. الحمد لله. خلاص معناته أنت يعني استقر أحوالك. خلاص استمري على كذا، وأسأل الله أن يفرج همك. قولي آمين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. نعم تفضلي. هذا المنام يشير إلى أنه أسأل الله أن تكونين قد استجبتي واستفدتي جدا من الرقى اللي أنت قاعدة تسوينها، ولا الرقية تسوينها. طبقي الصور والآيات اللي أنت شفتيها بالمنام، اقرأيها بالواقع، وانفتي على ماء واشربيه وكرري. ان شاء مرحبا الله. يا حسن، انا نورتينا والله يا سويت حسن. فعلا. نعم. انا وقت ما شفت الرؤيه سويت كده فعلا على طول. انا لما بشوف رؤيه دايما وبيكون عندي شيء بيتجدد او بيتعمل، دايما رب العالمين سبحانه وتعالى بيديني الايات اللي انا اقوم من المنام. بتجيك رسالة من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذا دليل على أنه إن شاء الله تكوني من أهل الخير وعلى خير. استمري وأسأل الله أن يفرج همك. هذا دليل على استجابتك للرقية. الحمد لله. الحمد لله نعم. رب العالمين. نعم. الحمد لله. يلا تفضلي، شكرا استودعتك الله. شكرا شكرا شكرا، مع السلامه. يا مان الله. شيخ أنا حلمت إني طالعة من بيت أبوي قديم، مو هذا، كأنه عيد ضحى، ومعاي زكاة كيس أبو 10 كيلو أبو كاس، ومعاي ولدي. بعدين فتحت كنت رايحة كأني معزوم، بس ما أعرف من عزمني. طلعت الواتساب أدور من عزمني، بعدين رحت لجارتي. بعدين ولدي كان حذف الكيس، ما كان يبغى يشيله، أخذت الكيس بيدي وشلته. بعدين دخلت على جارتي، دخلت عمارتها، لقيت حفيدتها اسمها أماني، وطلعت فيها ومشيت. طلعت الدرج ولقيت هذه بعد أم أماني هذه بس. متزوجة أنت؟ وكان الجو براد، وكان الناس طالعين للعيد. لا متزوجة ولا لا؟ لا منفصلة. منفصلة؟ ايوه كان أيام عيد وبراد. معلش، العمر أعطيني إياه تقريبي يعني. العمر في من نهاية الأربعينات. في بحر الأربعين. كم صار لك منفصلة؟ 7 سنين. أنت تمرين بظروف، والظروف هذه أنت تتمنين أنه تصلين إلى في أماني محطوطة في أمنيات معينة أنت حاطتها ببالك، وللأسف الشديد ما تحققت للأسف. وهذه الرؤية متى شفتيها؟ حوالي شهر كذا. قولي آمين. آمين يا رب، يا رب اسمع منك. الله يرزقك من حيث لا تحتسبي. آمين يا رب. لأن الرؤية هذه مبشرة لك جدا جدا جدا. أنت وين الآن؟ أنت وين؟ من أي منطقة تكلمين؟ مدينة. من المدينة مع الوالد والوالدة؟ أنت بالبيت؟ لا متوفينهم. متوفين، الله يغفر لهم ويسكنهم في فسيح جناته. رزقتي من الانفصال؟ رزقتي من أبناء؟ اي عندي أبناء. ما أنت اللي ماخذتهم ولا عند أبوهم؟ لا عندي. عندك، ما شاء الله تبارك الرحمن. الرؤية هذه مبشرة بمشيئة المولى سبحانه وتعالى بتحقق ذاك الأماني اللي أنت تتمنينهم، بل ربما أكثر من ذلك، والله أعلى وأعلم. نعم. طيب إيش عندي رؤية ثانية؟ قوليها تفضلي. ما تعرف وش الأماني يعني زي إيش؟ اللي أنت تتمنينهم، أنت في أماني تتمنينهم. إيه. وتقولين بنفسك لو تحققت لي ذاك الأمنية خلاص كذا يكفيني. الحمد لله. طيب يا شيخ، رأيت إني جاني بيت من الدولة السكان. مقدمة أنت على إسكان؟ إيه من زمان. وما تحقق إلى الآن؟ إيه. طيب أنا رأيت يا شيخ وجاني بيت صغير، وكان صغير كاني ما بيه، وكان جاء فيه ناس مطاوع بيوزعون بصل. قلت إيه ما شافوني عشان بيتي صغير، وقلت إني في حوش ببني فيه. يوزعون فيه وش هو؟ مطاوعة كذا معهم بصل، خياش بصل. بس. وكان عندي حوش في البيت الصغير هذا، قلت يمكن يكفيني وابني هنا، إن البيت صغير ما بعجبني. أخذتي غيره ولا استمريتي بعد ما صحيتي من المنام على هذا البيت اللي أنت شفتيه؟ لا ما أخذت غيره بس. أنت تقدم لك خاطب، أو لو تقدم خاطب تقبلين؟
والله ما أدري على حسب على حسب. ما هو من منيتي، ما هو من الأماني. ما هو بالأمنية، لا ما هو بالأمنية، أنا عارف. إيه. ربما يتقدم لك خاطب، ربما الله أعلى وأعلم من سنك، أو يصغر عن ذلك أو يصغر عن السن ربما. أما البيت فنعم ربما يتحقق، وأسأل الله أن يعجل به. يمكن أول ما تأخذين يمكن ما تكونين راضية، ولكن راح تستقرين وراح يكون إن شاء الله طيب. إن شاء الله يا رب، نقد دعواتك يا شيخ، الله يعافيك أبو عبد الله. أبشري استودعتك الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا حلمت فيك. أنا رأيت إنك كنت فاتح بث وكان في ضيوف بيجونك، بس أنت كنت ناسي عن الضيوف هذولي إنهم بيجونك. فإذا في شخص في الكومنت قالوا ضيوفك عندي، وأنا استقبلتهم، فطلعت جوالك أنت الثاني وقلت أنا بكلم ولدي عبد الله يجي ياخذهم، وأرسلت لولدك روح لهذا الرجال عشان تاخذ ضيوفك كذا. بعدين قفلت وقلت خلاص أنا كلمت ولدي بيجي ياخذ ضيوفي ذا الحين من عندك. بس ما شاء الله تبارك الرحمن. الرؤية هذه تخصني أنا شخصيا، وتخص الولد، وتخص بعض خليني أسألك، أنت تفضل. مزوجة ولا لا؟ لا، عزبة غير موظفة. الله يرزقك من واسع فضله، قولي آمين. آمين يا رب. هذه مبشرة لك أنت تحديدا بخير، الله أعلم وش بيكون، لكن فيه بشارة خير، لأنه أنت شفتي هذا المنام. المنام هذا يشير إلى أنه ربما الله أعلى وأعلم فيه شخص من الموجودين معنا في هذا البرنامج يتمكن من الرقية الشرعية، ويصبح والله أعلى وأعلم مساعد أو يساعدني في كثير من الأمور، وربما أغلب الناس يتوجهون له، وأحيانا أساعده أنا، أسير أنا اللي أحيانا أساعده، أجلب من عنده أو يحول عليه بعض الأشخاص أو بعض الاستفسارات أو بعض الاتصالات فقط لا غير. أما الولد فأنا أعرف وش عنده وراح يحدث إن شاء الله، والله أعلم. شكرا. طيب عندي استفسار بسيط يا شيخ. أنا عندي أذى في الباطنية بسبب عين، يعني إيش ممكن نسوي عشان يطلع، على الرغم إني أدهن بزيت وأكل عسل؟ أتي بالسرة زيت زيتون عليها رقية. أيوة دهنت. طيب تمام. حطيتي معه زيت حبة البركة ولا لا؟ أيوة. طيب أحسنتي. إذن طبقي اللي بقول عليه. جبتي عسل ولا ما جبتي؟ أي جبت عسل. وش العسل اللي جبتيه؟ عسل طلح. الطلح. أحسنتي. أصلي ولا ربع كم؟ كيلو يمكن. لا ما أبغى كيلو، قصدي جيد ولا شيء ما تعرفين زين؟ لا أصلي. طيب اقرأي عليه سورة الفاتحة، واقرأي عليه سورة الزلزلة، واقرأي عليه قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، انفثي فيه سورة الزلزلة. لاحظي اقرأ عليه الآية 83 اللي هي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، انفثي فيه بالنفس فقط بدون ريق، وبعدين تاخذي ملعقتين كبار يوميا على كاس موية، وكذلك الماء يكون مرقي عليه، فإذا كان في زمزم يكون خير وبركة. بعدين لازم ركزي على كلامي، لازم تروحين المستشفى وتقولي لهم أعطوني أدوية لتنظيف الباطنية، أبغى أنظف الباطنية، أبغى أنظف المعدة والقولون، يعني تاخذين علاج بحيث انه يكون، او اذا في زيت خروع او في شيء، انما ينظف الباطنيه لو 3 أيام متتاليه كل يوم تاخذين، لانه ضروري يخرج اللي بالقولون، ففيه بعض الاذى يكون بشكل لاصق جدا في القولون، ما يخرج بالسهل. طيب أنت قلت لي في الرؤيا في شيء لي أنا مبشر. الله يبشرك بكل خير. آمين يا رب. خليها بالمصادفه، قل يا رب. يا رب. بس سوي اللي قلت لأن في بشارة خير كذا، بمشيئة الله يزول الأذى هذا. تمام. طيب الله يعطيك العافية ويسعدك الدنيا وآخرة. وياك استودعتك الله.